مفيش حاجه اسمها اجيب موظف اعمل اعلان هعين، غلط. دلوقتي الموضوع ما بقاش ريكروتمنت، بقى تالنت اكوزيشن. عشان كده حضرتك لازم تعرف ايه هي الترندز اللي خاصه بالتالنت اكوزيشن اللي موجوده حاليا. هتعرف يعني ايه كلمه اسمها جلوباليزيشن، هتعرف حاجه اسمها ريموت، هتعرف حاجه اسمها ورك لايف بالانس، وهتبدا تشتغل بايديك. هتعرف ان الاتش ار او الريكروتمنت او التالنت اكوزيشن مش شغال تالنت اكوزيشن بس، بجد هو شغال سيلز وشغال تالنت اكوزيشن. ليه شغال سيلز؟ لان انت حضرتك بتعمل حاجه اسمها امبلوير فاليو بروبوزيشن، وهنبدا نعلمك في خلال التالنت اكوزيشن كورس او ورك شوب ازاي تعمل براندنج للشركه، ازاي تعمل ديزاين بالاي اي، ازاي تبدا تعمل فاليو للشركه بتاعتك، وكمان هنعلمك تعمل حاجه اسمها اي في دي اللي هو individual value proposition، ازاي تظبط البروفايل بتاعك، ازاي تعمل لنفسك براندنج. ودي اول مرحله. رقم 2 هنتعلم نعرف نعمل حاجه اسمها ورك فورس بلان بالتفصيل الممل. هنفهم حاجات كتيره جدا فيها، ازاي نالاين ده بالاستراتيجي بتاعتنا والفيجن والميشن والاوبجيكتيف والجولز، ازاي كمان هنتعلم نربط الورك فورس بلان بتاعتنا اللي احنا عايزين نوصل له بالديماند بالسبلاي بالجاب بالاكشن بلان، وازاي تعمل بادجت. كل ده هتعلمه في التالنت اكوزيشن. بلس كمان هتتعلم ايه هي السورسز وازاي نستخدمها، هتعلم ازاي تعمل سكسيشن بلاننج بشكل سليم، وازاي تعمل بروموشن بشكل اصح. هنتعلم كمان ازاي نعمل تيستس، وازاي نستخدم الاي اي ان نعمل اسسمنت او تيستس الموظفين. هنتعلم كمان ان التالنت اكوزيشن مش مجرد ان انا هاير موظف، لازم اتابعه خلال فتره البروبيشن واعمل له اونبوردنج بروجرام او اورينتيشن، وهنتعلم كل الحاجات دي كلها. مستني ايه؟ احجز معانا وجهز نفسك ل 25 ساعه شغل بايديك هتتعلم فيهم التالنت اكوزيشن من اي تو زي. مش بس كده، وهتاخد كل الاي اي تولز اللي تبينك كشركه مختلفه في السوق.